السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في كل مكان، ومكملين مع بعض يونت 3. هنذاكر مع بعض lessons from 3 to 6 إن شاء الله. شرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو علشان أقدر أستمر معاكم. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنساش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. زي ما شايفين معايا النهاردة درسنا من أهم الدروس الموجودة في المنهج، لأن درسنا النهاردة هيتكرر معانا إن شاء الله، لكن بشكل أكبر العام القادم واللي بعده واللي بعده ان شاء الله لحد ما نوصل سنة 6. الدروس دي هناخدها برضو، لكن طبعا بشكل اكبر. فلازم الدروس دي من دلوقتي، لازم اولادنا يستوعبوها من دلوقتي ويفهموها، علشان زي ما قلت هتتكرر معاهم لكن بشكل اكبر عن كده السنوات القادمة ان شاء الله. في البداية نشوف مع بعض درسنا بيتكلم عن ايه. اول حاجة عندنا درسنا بيتكلم عن standard form and expanded form، وبعدين بيتكلم عن numbers in word. يعني النمبر هنشوفه باكتر من طريقة. هنشوفه عندنا ستاندرد وده الشكل بتاعه القياسي العادي، وعندنا اكسباندد، وعندنا كمان ان وورد فورم. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجه كده في البدايه، التيبل اللي قدامكم ده لازم ابني يكون عارف يكتب النمبرز بالشكل ده، يكون عارف الارقام لحد عندنا 100 يكون عارف يكتبها بالشكل ده. شايفين معايا اهو كل النمبرز دي يكون عارف يكتبها كتابة بالطريقة دي. تمام. بعد ما نذاكر التيبل ده نبدأ نحل عندنا التيبل ده، يتدرب عليه. خلاص حفظ ده، يبقى هيبدأ يحل ده. يعني بيقول هنا write the number in words، عاوز يكتب الأرقام in words. يعني ايه words؟ معناها كلمات. فين الكلمات اللي هي دي؟ عندنا 1 تكتب بالشكل ده، 2 بتكتب كده. تعالوا معايا، هنا عندنا نمبر 7 بيتكتب بالشكل ده SEVEN. SEVEN. عندنا نمبر 1 بنكتبه كده ONE، ده عندنا 1. طيب 9 NINE. هنا 2 عندنا TWO. هنا 90 بكتبها كده 9T. تمام. ابني بيبدأ ان هو يجاوب على كل الاجزاء دي. تعالوا معايا كده نشوف اللي بعده. يقول هنا different forms of 3 digit number، 3 اشكال لكتابة النمبر اللي بيكون مكون من 3 digits، يعني من 3 ارقام. you can write numbers in different ways. احنا ممكن نكتب النمبر بطرق مختلفة. عندنا هنا في ايه؟ جايب هنا hundreds، وجايب هنا عندنا tens، وجايب هنا عندنا ones. فهنا شايفين دي اللي اخدناها المرة اللي فاتت، قلنا عندي اسمها ايه؟ 100 200 300 400 500. فده عندنا اسمها ايه؟ دي 500. ودي اسمها ايه؟ الواحدة من دي قلنا 10، يبقى 10 20 30. يعني 30 يبقى هكتب كده عندنا او بقول 3 tens، ودي عندنا كده دول 6 يبقى 6 ones. انا ممكن اكتب النمبر ستاندرد فورم، يعني النمبر اللي هو الشكل الاساسي بتاعنا اللي هو القياسي اللي احنا عارفينه، اللي هو عندنا 5 بحطها في ال100، ال3 بحطها في التنز، ال6 بحطها في الوانز. ده اسمه ايه؟ ان انا اكتب النمبر بالشكل ده اسمه ستاندرد فورم. يبقى لازم يكون ابني عارف ستاندرد فورم بتكتب ازاي، يكون عارف اكسباندد فورم بتتكتب ازاي. بتتكتب ان انا بعمل ايه؟ بعمل اكسباند للنمبرز، بقول كده ايه؟ وسع الارقام من بعضها. يعني كل نمبر من دول بخليه في مكان لوحده. يعني الفايف دي موجودة فين؟ هتقولي في ال100. طب هي موجودة في ال100، طب الفاليو بتاعتها بكام؟ اخدناها المرة اللي فاتت، قلنا الفاليو بتاعت ال100 بكام؟ الواحدة ب100، يبقى الفايف بكام؟ ب500. هقول بلس، هاخد اللي بعدها دي مين؟ عندنا 3 في التنز بكام؟ عندنا ب30. هقول بلس ال6 موجودة فين؟ في الوانز بكام؟ قلنا ب6. اللي اخدناه المره اللي فاتت اللي هو الفاليو بتاعت النمبرز، هعمل للنمبرز اللي هو الستاندرد ده هعمل له اكسباندد، بوسع كده النمبرز من بعضيها. بعدين الشكل الثالث وهو اسمه وورد فورم، ان انا بكتب النمبر ده لكن بالكلمات. ازاي؟ يعني مثلا النمبر ده انا قرأته ايه؟ انا قرأته 536، يبقى انا هكتب اللي انا قلته بالظبط هو اللي هكتبه. هقول 536. تمام، ما عملتش حاجة اهو. تعالوا نتدرب اكتر على الكلام ده من خلال عندنا هنا بيقول write in expand form. ده الشكل يقول لك ايه؟ expand. يعني expand يعني وسع الارقام، يعني فكها من بعض. يلا معايا،
ال3 موجودة فين؟ موجودة في ال100 بكام؟ هقول 300. هقول بلس ال6 دي فين؟ في التنز عندنا الفاليو بتاعتها، هقول 70 بلس ال3 في ال4 في الونز يبقى بكام؟ عندنا 4، طالما في الونز يبقى 4. هنا 8 في ال100 يبقى ب800 بلس الزيرو، لا قلنا الزيرو ملهوش اني فاليو، ملهوش قيمة، يبقى هحسبها فاضية. عندنا ال2 موجودة فين؟ في ال1 القيمة بتاعتها بكام؟ ب1، الفاليو بتاعتها ب1. 6 موجودة او الفاليو بتاعتها ب600، هقول بلس ال5 الفاليو بتاعتها بكام؟ عندنا ب50. وعندنا الزيرو ملهاش اني فاليو، يبقى انا خلصت خلاص. هنا 278 يعني كده 78 كده. طبعا الجزئية دي احنا اتدربنا عليها الحلقة السابقة. 200 اهي، 200 موجودة في ال100 يعني ب200، هقول له بلس ال7 موجودة فين؟ في التنز عندنا الفاليو بتاعتها 70، هقول بلس ال8 عندنا في الونز بكام؟ ب8. تمام كده. انا عملت ايه؟ عملت النمبرز دي باكسباندد فورم. لازم يكون عارف اكسباندد فورم يعني ايه، يعني بوسع بين الارقامز، بفك كده الارقامز كده وكل واحد على اساس الفاليو بتاعته، وطبعا الفاليو بحطها على اساس البليس فاليو. تمام. طيب يقول write in word، عاوزنا نكتبها word يعني بالكلام. تعالوا نقرأها كده على بعض. دي بقرأها بقول ايه؟ بقول 782. يبقى انا هكتب كده، هكتب ايه؟ 7. عشان كده انا قلت لازم نحفظ النمبرز بالكتابة او بالكلمات يعني. يبقى هقول 7، هكتب هنا 100 عشان انا قلت 700. وبعدين قلت ايه؟ قلت 88، يبقى اهي 80 و8 سوري عندنا 82، هكتب هنا 2. تمام. هنا دي اسمها ايه؟ دي 316، يبقى هكتب كده 300. وقلت ايه؟ انا قلت 16، يبقى هكتب هنا 16. طيب دي اسمها 900، هكتب هنا 900. وبعدين قلت دي اسمها ايه؟ دي 45، يبقى هكتب كده ايه؟ 40 ايه؟ 5. طب دي 500 اهي. وبعدين عندنا في دي اسمها 90، يبقى هكتب كده ايه؟ 90. وكده خلاص خلصت. تمام. تعالوا نحل مع بعض exercise number 10. طبعا دي خلاص دي سهلة هنحلها لوحدنا، هحل معاكم بس واحدة او اتنين. فدي عندنا 3 بتكتب بالشكل ده، بيقول لك write the number in words، اكتبوا بالكلمات. يبقى هنكتب دي بالكلمات. فهنا مثلا عندنا ايه؟ عندنا مثلا دي 15، هكتب كده ايه؟ 15. دي 20، هكتب كده ايه؟ 20. هنحل دول الباقيين لوحدنا مفهومش حاجة. تعالوا ده المهم. بيقول هنا write the numbers in different ways، اكتب النمبرز بطرق مختلفة. فانا عاوز اول حاجة hundreds، يبقى 1 2 3 4 اهي 400. عاوز التنز، عندنا فين التنز؟ ايه ده مفيش عندنا تنز. التنز اللي هو الكولوم ده، فهو هنا مش موجود، حط مكانه 0. طيب الوانز عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى احط 7. عاوزنا نعملها اكسباندد، يبقى هقول له الفور دي 100، يبقى بكتبها كده 400. بقول له بلس عندنا الزيرو، لا ما بحطش حاجه خلاص، بسيبها زي ما هي او احط الزيرو خلاص. عندنا 7 في الوانز، يبقى احط ايه؟ ال7 زي ما هي. عاوزها ستاندرد فورم يعني عاوزها كلها كامله مع بعضيها، يبقى هقول له 400 اهي، والزيرو مكان التنس، وعندنا 7 اهي. عاوزها وورد فورم، خلي بالكم دي اكسباندن دي ستاندرد دي وورد، بكرر اكتر من مره. عندنا وورد هكتب دي بالكلمات. طب دي اسمها ايه؟ انا بقول دي 407 عشان ما فيش 10، فهقول 407. يبقى هكتب كده 400 وبعدين هكتب ايه؟ 7. تمام. طيب هنا عندنا دي 1 2 3، هكتب 300. وهنا عندنا تنز ادي 1 2، يبقى 2 تنز، و1 1 2 3 4 5، يبقى هقول له 5 ones. تعالوا نكتبها اكسباندد. 3 موجوده في الهندردز، عندنا الفاليو بتاعتها
300. ال2 عندنا في التنز يبقى 20، وال5 في الونز بكام؟ ب5. تعالوا نعملها ستاندرد فورم. يبقى هقول له 3 اهي في ال100، وال20 دي اللي هي في التنز يعني، وال5 اللي هي في الونز. تمام. يبقى بعمل ايه؟ بحط الستاندرد اللي هو الرقم بتاعي الاصلي اللي هو عندنا 325، هكتبه هنا. تمام. عاوز وورد هكتبها بالكلام، انا قلت 325، يبقى انا هكتب كده اهو، عندنا 300 وبعدين هكتب كده 25. تمام. تعالوا اللي بعدها هنحل اللي فوق لوحدنا. تعالوا دي عاوزها اكسباندد فورم، هنعمل ايه؟ عندنا دي اكسباندد، يبقى دي الفاليو بتاعتها ب 200 عشان موجوده في ال100. ال5 موجوده في التنز عندنا بكام؟ ب50، وال3 موجوده في الونز خلاص زي ما هي ب3. ال6 عندنا في ال100، وال3 موجوده في التنز يبقى ب30، والايه موجوده في الونز زي ما هي. اللي موجود في الونز زي ما شرحت المره اللي فاتت قلت بيكون زي ما هو الفاليو بتاعته زي ما هو. ال8 عندنا خلاص حلو، دي لوحدكم ودي لوحدكم. تعالوا نحل دي. عندنا 7 دي موجوده في ال100، وهنا ما عندناش في الزيرو ملهاش فاليو، حط الزيرو وخلاص. عندنا 6 موجوده في الونز، حط ايه؟ حط 6. طب هنا عندنا برضو خلاص حلوهم لوحدكم. تعالوا نحل دي. عندنا دي كده 300، و4 موجوده في التنز عندنا ب40، والزيرو خلاص ملهاش عندنا فاليو بزيرو. هنا 9 موجوده في ال100 ب900، والزيرو ملوش فاليو، حط هنا زيرو وحط زيرو. تمام. بعد كده هنا بيقول لك write in standard form، عاوزها نكتبها standard. قلنا standard معناها الشكل الاصلي، فدي 300 حطها في مكانها، لازم احط كل نمبر بالترتيب. فدي 300 مكانها اهو، 7 موجوده في التنز اهو، وعندنا ال8 موجوده في الونز اهو. هنا 740 وهنا 7، احط 7 هنا وال4 هنا وال7 هنا. ال1 اهي، وال20 مكانها هنا في النص، وال3 مكانها في الاول. طب دي مكانها هنا، وال3 مكانها في النص عشان دي تنز. طب فين الونز؟ مفيش، حط زيرو. هنا 500 مكانها هنا، وال50 مكانها هنا. طيب والونز؟ مفيش، حط زيرو. تمام. تعال نشوف اللي بعده. تعالوا البيج اللي بعدها على طول، بيقول write in standard form، عاوزنا نكتبها standard. بيقول لك هنا 435، يبقى 400 اهي، وبعدين 35 اهي، يبقى 435. 850 يبقى 800 اهي في ال100، وبعدين بيقول لك 50 معناها ايه؟ 50 معناها كده. تمام. 300 يبقى 300 اهي. بيقول لك ايه؟ 98. تمام. هنا 900، وبعدين هنا شايفين معايا بيضحك عليك، جايب ال8 ones وبعدين جايب التنز. لا، انا لازم بعد ال100 لازم احط تنز. فين التنز؟ اهي، يبقى 4، وبعدين احط ال8 اللي هي موجوده في الونز. طب هنا برضو بيضحك عليك، جايب الونز الاول، يبقى انا احط الاول 100 لازم بالترتيب، وبعدين احط هنا تنز. فين التنز؟ مفيش، حط زيرو، وبعدين احط الايه؟ الونز. تعالوا اللي جنبها على طول. هنا بيقول 7 تنز و800، يبقى احط الاول ال8 وبعدين احط التنز. فين الونز؟ مفيش، حط زيرو. بعدين اخر حاجه هحلها معاكم، بيقول هنا write in a word form، عاوزنا نكتبها بالكلمات زي ما قلت. فدي اسمها ايه؟ زي ما تقراها اكتبها 735، يبقى هكتب كده 700 وبعدين هقول له ايه؟ 35. طب هنا هقول له 700. طب انا هقراها ايه دي؟ هقول 701، يبقى هقول 701 عشان مفيش عندي تنس، دي 1 بس. طب هنا هقول 200 وبعدين دي ايه؟ 11، هكتب كده ايه؟ 11. تمام. كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. Thanks for watching. باي باي.